هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم راح نثبت الايم مالتنا اني وانتو سوا. قبل ما نبدا بالفيديو بالشرح، لا تنسونا باللايك فضلا وليس امرا، واذا تحب تشترك بعد بقت يمك. حبايب قلبي، اكثر الناس قاعد تعلق لي انس الايم مالتنا خرب بعد التحديث الجديد. انا مسوي فيديوهات اثنين من زمان، بس هسه راح اسوي اعاده نشر حتى افيد الكل وافيد الناس اللي راح تشوف الفيديو بالمقترحات. حبايب قلبي، اللي يقول لي انس انه انت تلعب ايباد، انس الايم مالتك اثبت، انت غلطان. شوف، انا قبل جيت على هاي النقطه، يعني اكثر الناس تركز انه انس انت ايباد الايم مالتك ثابت. انت غلطان. عندك علم انه التليفون الايم مالته اثبت من الايباد؟ راح تقول لي واو، ما هذا يا هذا، شلون الايم مال التليفون اثبت من الايباد؟ انت عندك جيروسكوب يا اخوي. الايم مال التليفون اثبت، واصلا ما له علاقه تليفون او ايباد او حاسبه شنو تلعب، ما له علاقه. هاي كل علاقه بالحساسيه وبالاشياء اللي شدها على السلاح، وانا هسه راح اشرحها كلها. بس اللي عليك انه انت تركز لي بالشرح وما تعبر لي ولا دقيقه حتى تفهم اكثر. صح لو اني غلطان؟ يلا حبايب قلبي، استمتعوا بالفيديو. يلا حبايب قلبي، تعالوا وياي خل اشرح لكم شنو القطع المناسبة للسلاح المناسب. ما قلت لك قطعة واحدة على كل الأسلحة، بس قلت لك قطعة مناسبة للسلاح المناسب. هسه راح تفهم أكثر شنو أقصد أنا. هنا أنا عندي ام 4. مثل ما نعرف الام 4 الردة مال الفعل مالته يعني ما يصعد، ما يصير به ارتداد عمودي، يصير به ارتداد يمين يسار، بس ارتداد عمودي تقدر تسيطر عليه بأصبعك لما تنزل أصبعك لجوا بعد الرمي. فهنا شنو راح يفيدنا؟ يا قبضة راح تفيدنا. أنا أنصحكم بهاي مقبض أمامي بالزاوية، يقلل الارتداد الأفقي ويجعل التصويب بعد تحديد موقع الهدف بدقة ADS أسرع. شنو يقلل من الارتداد الأفقي؟ يقصد الارتداد اليمين واليسار، هذا اللي يقصده. فأنت إذا كنت شاي سلاح ام 4 أنصحك تشيل هاي. أكثر الناس تشيل مقبض عمودي، بس مقبض العفو مقبض رأسي، ولكن مقبض رأسي هذا الشيء غلط. الشدة على ام 4، وراح أقول لك ليش. مثل ما قلت لك إنه أنت تقدر تسيطر على الارتداد العمودي بس تنزل أصبعك لجوا، ولكن إذا كنت شايل ام 7، الام 7 مثل ما نعرف احنا سلاح كلش قوي بردة الفعل، وعنده ارتداد عمودي كلش قوي. فلهذا الشيء انصحكم اذا كنت شايل ام 7 الشد له هذا مقبض رأسي، يقلل من الارتداد العمودي. واليمين واليسار الافقي تقدر انت تسيطر عليه بنفسك، ومثل ما نعرف احنا الام 7 سلاح شويه صعب السيطره عليه. فلهذا الشيء انصحكم اذا كنت شايل ام 4 شد له هذا اللي هو مقبض أمامي بالزاوية، يقلل الارتداد الأفقي ويجعل التصويب بعد تحديد الموقع الهدف بدقة ADS أسرع. فأنصحكم بهذا الشيء، بهاي القبضة تاخذوها مقبض أمامي بالزاوية. خلصنا من هاي، وبعد ما عرفنا يا قبضة مناسبة للسلاح المناسب، مثل ما فهمتك احنا عندنا ارتداد أفقي وعمودي، فأنت حاليا راح تعرف يا قبضة راح تختار للأفقي ويا قبضة راح تختار للعمودي حسب السلاح اللي انت شايله. تمام حبايب قلبي؟ هسه نروح على غرفة التدريب اني وانتو سوا، ونروح نضبط الايم مالتنا. هلا حبايب قلبي، انا حاليا في ساحة التدريب، ومثل ما تشوفون اخذت ام 4 واخذت ام 7. انا تكلمت عن القبضات بس، ولكن اكو اشياء ثانية همين لازم نشدها على السلاح، واللي هي مثل ما تشوفون مخزون التكتيك هذا دائما ينشد على الام 4، فاني شديت على الام 4. بس تجي على فوهة السلاح، شنو ناخذ على فوهة السلاح واللي راح تعطينا ثبات اكثر وراح تقلل من الارتداد مالتنا. طبعا انا اتعجب على الناس اللي تشد كاتم. طبعا الكاتم دائما يخربط الايم مالتك. مخفي الوميض، هذا مخفي بعد سحق، مخفي الوميض مثل ما شوف مكتوب قدامك تكتم الوميض، يعني ما يطلع الضوء من السلاح لما ترمي وارتداد. ولكن المعادل هذا الشيء اللي انا انصحكم به تاخذوه. ليش؟ يقلل من الارتداد الافقي، يقلل من الارتداد العمودي. فانا ايش راح اخذ معادل، لان راح يقلل من الارتداد الافقي والعمودي، لان احنا شنو احنا نريد نثبت الايماتنا، صح لو انا غلطان؟ فاخذ هذا. العيب الواحد البي شنو؟ انه لما ترمي راح يطلع ضوء من السلاح. اذا انت كنت تكمبر او تنام بالقاع، فبكل سهوله العدو مالتك راح يلقاك. تمام حبايب قلبي؟ هسه احنا انتهينا من فقره شنو شد على السلاح. هسه نجي على الفقره اللي بعدها، شنو الفرق بين حساسيه الاي دي اس وحساسيه الكاميرا. طبعا انا خليتها بالعربي حتى الناس تفهم اكثر. نروح على الحساسيه. حساسيه الكاميرا نظره حره، اللي هو يقصده بالعين
شلون حتباعد بالعين بسرعة. خل اعطيك سبيل مثال سريع. هاي العين، هاي مال العين سويتها 15 باع. شوف انا دا اقلب بالعين ما دا يروح. فهذا اللي يقصده بحساسية الكاميرا النظرة حرة، انه حساسية العين هاي حساسية تحبها سريعة وتحب تباعد بطيء بكيفك. انا احبها دائما خليها سريعة. وبعد ما خلصنا من حساسية الكاميرا النظرة حرة، نجي الى حساسية الكاميرا. شنو يقصد بحساسية الكاميرا؟ مجرد فتحك للسكوب شلون راح تصير سرعة تنقلك. هذا اللي يقصده، سرعة تنقلك من نقطة A إلى النقطة B. شوفوا أنا حساسية المنظار رقم 6 أو سكوب 6 مخليها 15. شوفوا قدامكم سرعة تنقلي واحد هذا جا قدامي مع كل احترام لك. السلام عليكم. يا أخي بس دعوفني. الله أكبر. 1 2 3 والله ما أعرف ايش داير هذا. مثل ما شفتوا قدامكم هذا اللي يقصده انه سرعة تنقلك من رقم 1 الى رقم 2. 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا هاي الفيديو ما راح اقصه ولا راح اعدل عليه، راح انزله مثل ما هو. هذا ما اعرف شلون الحجي. 1 2 3 4 هذا اللي يقصده. وبعد ما خلصنا من حساسية الكاميرا نجي على حساسية ال ADS. طبعا حساسية ال ADS كل شغلك هنا، لازم تركز لي هنا. حساسية ال ADS شنو يقصد بيها؟ انه بعد ما ضغطت على زر اطلاق النار السكوب مالتك شلون راح تصير سرعته، يعني شلون راح ينتقل السكوب مالتك من رقم 2 الى رقم 3 او من نقطة B الى نقطة A او من نقطة A الى نقطة B. هذا اللي يقصده بحساسية ال ADS. بعد ما ضغطت على اطلاق النار شلون السكوب مالتك راح ينتقل من النقطة A إلى النقطة B عند الرمي بالسلاح. تمام. راح أعطيك سبيل مثال وأتمنى تفهمها. حسا أنا شاد سكوب 6 راح أنزلها وأخليها خلينا نقول 3. راح أبدي أرمي وأنزل أصبعي لي جوا حتى أسيطر على الارتداد، حتى الأيم مالتي لا يصعد لي فوق. شوف قدامكم رميت ودا أنزل بأصبعي. شوفوا وين صعد عندي، ما دا أسيطر عليه. ليش؟ لأن أني نصيت الحساسية مال ADS، وال ADS انه بعد ما ضغطت على زر اطلاق النار راح تشتغل حساسية ال ADS. وحساسية ال ADS مثل ما قلت لك انه شلون راح تصير حركة السكوب مالتك بعد اطلاق النار. خليته 3، هسه راح ارجعه اخليه مثلا نقول 43 44. شوفوا قدامكم همين راح ارمي وهمين راح انزل اصبعي لي جوا. شوفوا قدامكم ما صار عندي ردة فعل ماكو. الايم مالتي ما صعد لي فوق، ما صار ارتداد عمودي. تشوفون قدامكم هذا اللي اقصده بحساسية ال ADS. انا حاليا ضبطت على سكوب 6. انا اللي اريده من عندك انه انت تروح تضبطه على السكوب مالتك بنفسك على باقي السكوبات. ليش انت حتضبطه بنفسك؟ لان حساسية الايباد مالتي تختلف عن حساسية التليفون مالتك، حساسية الايفون تختلف عن حساسية السامسونج. فلهذا الشيء انا دا اعطيكم الطريقة واللي اريده من عندك انت تروح تضبطها بنفسك. صدقني تابع الطريقة مالتي، تابع الشرح مالتي، راح تفهم شنو معنى ثبات الايم. انت حاول كل يوم تتدرب الى ان تضبطه بنفسك. طبعا انا حاليا مالتي ما مضبوط جدا، ولكن انا اعطيكم سبيل مثال، اعطيكم فكرة شلون نثبت الايم مالتنا، وانت بمرور الوقت راح تثبتها. طبعا هاي الاعدادات مالتي ما ثابتة، انا كل يوم دا احسن بيها، دا اغير بيها الى ان يثبت عندي. شوفوا حاليا ها سكوب 6 زين، ما بي شمرة كلش قوية، لا بأس به. شلون راح تكون ردة فعل الام 7؟ شوفوا قدامكم ما قاعد تصعد لي فوق، اصلا قاعد تنزل لي جوا. فهذا يعني انه اني الحساسية مالتي مال ADS سكوب 6 عالية. راح انزلها شويونة، وهسه حاليا شوية قاعد تصعد، فلازم اصعدها بعد نقطة واحدة الى ان تثبت عندي. فهذا الشيء انا اللي اريده من عندكم، انه انتم كل يومية تدخلون تدريب، او انت بمجرد نازل جيم كلاسيك راح تشوف انه اكو غلط بالسكوب مالتك، وانت كل يوم راح تعدل عليه الى ان يثبت عندك. طبعا هسه احنا نحكي على سكوب 6، خلينا نجي على سكوب 3 اللي هو سكوب مفضل عند الكل. شوفوا السكوب 3 انا اللي عندي زين، لا بأس به. شوية قاعد يشمر، قاعد يصعد لي فوق. شو اسوي له؟ سكوب 3 راح اعلي شوية، عليته نقطة واحدة لا اكثر. شوفوا هسه شلون صار.
همين شوية بشمرة لي فوق. شو حسوي له؟ راح اعلي بعد نقطة واحدة، ما عندي اشكال الا ان يثبت عندي، واذا شفته مو مناسب راح انزله. ثبت عندي شوية اكثر، بس همين شوية بعد بيصعده. هذا اللي اقصده حاليا بحساسية الاي دي اس. حبايبي قبل وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم. طبعا انا شرحت الشرح مفصل على سكوب 3 وسكوب 6، فالباقيات انت لازم تضبطها بنفسك، وانا قلت لك لا تعتمد تاخذ حساسية شخص واحد ثاني، الحساسية انت تضبطها بنفسك لان جهازك يختلف عن جهاز الشخص الاخر. يلا حبايبي قلبي اشوفكم في فيديو ثاني جديد.